طيب انا هستخدم لون محايد هكسر بيه بالالوان اللي انا بحبها، او القواعد اللي انا استنتجتها من عجلة الالوان، او اللي انا فهمتها من عجلة الالوان. هستخدم لونين، بس اللونين استخدمه مثلا واحد بارد وواحد سخن عشان يعمل لي توازن. احنا مثلا لما بنيجي نعمل اضاءة في غرفة او فراغ، هستخدم مثلا اضاءة بيضة في السبوتات، هاجي في النجف او الدلايات هخليها اضاءة ورم. في الليدات برضو هخليها بنسبة ما بينهم. المهم الفراغ بتاعي ما يكونش ابيض قوي او دافي قوي، بحيث ان هو ما يأذينيش بصريا او يدمر اللون بتاعي، لان اللون بيتأثر بالاضاءة. فالتوازن في الفراغ نفسه بيريح العين، يعني استخدم لون بارد مع لون سخن بيديني توازن. وكمان يعني مثلا هنا خد لون بدرجاته، لون ازرق فاتح، وبعدين قام مغمق في المخدات او في المناطق في السرير، هستخدم معاهم لون دافي. لون دافي مع لون بارد عمل توازن، وخلى اللون الدافي عامل جذب في الغرفة، بحيث ان هو اداها حيوية، ما خلاهاش مملة او خنيقة. في ناس عندنا مثلا احنا كمصريين ما بنحبش الملل، يعني لما تيجي تستخدموا الالوان اللي كلها درجات من بعض، نسبة كبيرة من الناس تقولك انت مملة او الدنيا مملة، او بالنسبة لهم مش حاجة مبهجة. ناس كتير بتحب البهجة والالوان. فلما اجي اكسر بلونين استخدم لون بارد ولون دافي، هيكون بالنسبة لي الدنيا موزونة ومريحة للكل. انا هنا مثلا اكتر الناس او نسبة كبيرة في مصر عموما ما يحبوش اللون الموحد، واكسر بلون واحد هيحسوا ان هما في ملل، وخصوصا لو اللون فيه درجة من نفس اللون، مع ان ده قمة الشياكة، قمة الأناقة، ومبتحسش ان الدنيا زحمة. يعني زي التنسيقات اللي زي دي، هو استخدم لون في الحيطة افتح، ولون الفرش اغمق منه سنة بسيطة، وبرضه ممكن اخلي نفس اللون للستاير، واستخدم لون تاني اغمق منهم، سواء في السقف او في او في الاطارات او في السجاد. فده بالنسبة لي يعني تنسيق يليق على كل حاجة، ويديني اتساع، خصوصا في الفراغات الصغيرة. هنا برضو استخدم درجات من نفس اللون، درجة الأزرق الأغمق الأفتح. ومش واضح هنا مش واضح هنا الكونتراست اللي عمله باللون الدافي، ولكن ده نوع من التنسيق. ده مشروع استخدمت فيه اللون ودرجاته، درجة أفتح ثم درجة أغمق ثم أغمق. عندي في ناس زي ما قلت بتحب البهجة شوية في الفراغ، بس العميل كان عايز حاجة بعت ريفرنس، عايز مود زي ده. ما استخدمتش اي الوان، هو اللون ودرجاته بس. حتى الخشب استخدمت درجة اغمق من نفس الدرجات، حتى الستاير درجتين اغمق من الحيطة، الفرش درجتين اغمق من الحيطة، نفس القصة. لما جيت بقى نضيف بهجة شوية كخيار تاني للعميل، بحيث ان هو يشوف ايه اللي هيرتاح ليه اكتر، هو حابب ايه اكتر، بحيث اديت حيوية شوية للصور. ضفت لون خيار تاني للعميل، ضفت اللون الاخضر مع اللون الاصفر، وكذلك الاصفر المايل للجمل ده، وكذلك غمقت لون الستاير، ما خلتهاش درجة من الحيطة، لا خليتها لون من درجة اغمق من الفرش بتاعي. ف بالنسبة لي تدي حيوية شوية للمكان. لو هو بالنسبة له الدنيا هتبقى مش احسن حاجة، لان زي ما قلت في ناس ما بتحبش درجة اللون الواحد. ايه هي بقى الالوان اللي في شركات الدهانات او الاكثر استخداما في الديكور في الفترة الاخيرة؟
الألوان دي بأكوادها وبأساميها موجودة في معظم الشركات، مش شرط جوتن بس، يعني في من نفس الكود ونفس اللون هتلاقيه في باليتة معظم الشركات، جوتن، الجزيرة وغيرها. ايه هي بقى الألوان دي اللي هستخدمها الحوايط بتاعتي وأفضل بتليق مع كل حاجة؟ هسيبكم مع من أهم العوامل. لازم احطها في دماغي وانا بجيب صورة من على النت وعايزة اعمل زيها، او شفت لون في شقة حد عايزة اعمل زيه، ان الاضاءة بتأثر على اللون والمساحة كذلك، يعني مساحة الشبابيك او الفراغات المفتوحة عندي. بمعنى الشقة دي كلها انا عاملاها فانيليا لاتيه، فلما نيجي نبص للمنطقة دي والمنطقة دي هنلاقي ان النور هنا المنطقة المنورة درجة واللي بعدها أغمق، واللون هنا درجة تانية، وهنا الدرجة مختلفة، معنى إنها نفس الشقة بنفس الألوان. وهنا برضو نفس القصة، نفس اللون في فراغ تاني أوضة نوم بنفس اللون. اللون هنا عندي إضاءة بيضة شايفين التأثير بتاعه، وهنا الإضاءة صفرة شايفين التأثير. فشدة اللون شدة الإضاءة بتأثر على اللون، درجة الإضاءة كذلك اللون فاتح أو غامق، لأن لكل لون قيمة انعكاس من 0 ل100، يعني الألوان الأسود بتمتص وما بتعكس الإضاءة، الألوان البيضة بتعكس 100%، وكل ما الألوان افتحت الانعكاس بتاعها بقى أعلى من الألوان الغامقة. يعني لما اجي اختار لون، لو اخترت لون غامق يبقى هراعي ان شدة الإضاءة بتاعتي تبقى عالية بحيث ان هي ما تقفلش المكان. هنا برضو في غرفة الأطفال أدا لون بعيد عن الفانيليا لاتيه، لون تاني خالص في درجة أفتح ودرجة أغمق في نفس الغرفة، لأن الإضاءة بتتدرج وبالتالي بتتدرج مع درجة اللون الواحد، وكذلك لو الإضاءة صفراء أو بيضة. ده أكتر حاجة لازم نحطها في الاعتبار واحنا نازلين نشتري اللون أو شايفين صورة في ايدينا وعايزين نعمل زيها.